بغيت انه اليوم السي عزيز اخ النوش، ما عمرني ما هضرت معاك مباشره، اليوم غنهضر معاك مباشره وغنقول لك جوج كلمات بكل احترام للشخص ديالك، بكل احترام للشخص ديالك. ما عمرني جبتك لا بالزيد لا بالخير. تم التلاعب بواحد الفيديو ديالي اللي كنتكلم فيه على الوزير اون جينيرال، ما جبتكش بالاسم ديالك، وكنتحداك انك تجيب لي الفيديو فيه اسم عزيز اخ النوش. هضرت على الحاله ديال الوزير اللي كيف ما قال لها اشرف وكيف ما قالوا جميع المتدخلين عايشين في عالم موازي، ما هو ما كيهموش الاسعار، وكانت هذه المساله ديال الاسعار هي اللي كانت جبدها الصلاح. ما جبتكش بالاسم، اي بورتون انت والناس ديالك حطيتوني في القوائم السوداء ديالكم. صحتكم براحتكم، انا ما عمرني ما جيت دقيت عليك ولا جيت دقيت على شي واحد من الحاشيه ديالك، اولا هذا باش تدور معايا ولا باش تقد معايا ولا باش تعطيني منصب ولا باش تعاود ترجعني الاولى ولا ترجعني ما عارف فين. جامي، وانا ما كنخدمش بهذه الطريقه هذه. دونك غير قبل ما تحاربوا ناس وتحاسبوهم على النوايا ديالهم، عارفوا وقلتها للطاقم ديالك تواصلي بدون ذكر اسماء، قلت لهم جيبوا لي فين جبت السيد عزيز اخ النوش. لكن تم التلاعب بالفيديو ديالي من طرف جهات اخرى، وهنا غادي حتى هما غادي نخرج لهم فاس اللي داروا لي هذيك اللعبه ديال اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. ديك اللعبه ديال هذا السيد كان كيجبدنا حنايا، ايوا دابا حنا اليوم غادي نلصقوا ليه التصويره ديالو والتصويره ديال اخ النوش، وغادي نقولوا رشيد الادريسي كيعطي العصير لعزيز اخ النوش. خطا كبير تحتي فيه انت والطاقم التواصلي ديالك، وما باقيش تحوك على الاخطاء هذه. وهذا نداء الحكومات القادمه، من يطيحوا في واحد صحفي ولا اعلامي او لا غير مواطن كينتقد، سمعوا ليه ماشي تحاربوه. داكوغ، نكونوا واحد شويه متفقين على هذه المساله هذه. ولا شي واحد كيظن انه غادي نسكتوا الاصوات الحره، الاصوات الحره العالم غادي يسكت عليك عام عامين 3 سنين 4 سنين حيت دورتي معاهم، ولكن منين غتقلب عليك الجميله كيف مقلوبه عليك دابا، فين هما هاد الاصوات اللي دورتي معاهم؟ خرج شي واحد كيدافع عليك السي عزيز؟ حتى واحد ما خرج كيدافع عليك، كلشي ضرب الطم. ضيعتي فلوسك على والو، وبغيتك انك تكون عندك الشجاعه وتعطاك هذه التسميه هذه ديال انك اول رئيس حكومه في المغرب كتكون عنده الشجاعه انه يقدم الاستقاله ديالو، لانه هذه المساله ديال الاستقاله خصها تولي عندنا عرف في العمل السياسي ديالنا. اللي ما قادش على شي حاجه يمشي بحاله، يحط الساروت ويمشي بحاله. كان قالها السي عبد الاله بن كيران في واحد البرنامج اللي كان داز مع السي مصطفى العلوي شحال هذه في حوار، وهي فين صيدني انا ومشيت انا نتاخد على البي جي دي وعلى العداله والتنميه. قال الا ما خلاونيش نخدم غادي نحط السوارت ونمشي. الوغ كنت سوء الحظ بقى 5 سنين الاولانيه وكان باغي يزيد 5 سنين الثانيه لولا البلوكاج ديال السي اخ النوش اللي دار ليه، واليوم راجع كيتكلم على الحقوق وكيتكلم. الوغ كنت الاولاني كنستافد من الرئاسه بعد الايام ديالها، وما عندي حتى شي حاجه ضدك، كنت كنتقد ماشي الشخص ديالك، كنتقد السياسه ديالك، وقلتها للسي العثماني. غادي نرجعوا واحد شويه من الاول ديال القصه، شنو وقع من الديبار. اي اللي وقع من الديبار هو مستشفى الحسن الثاني بمدينه اكادير. مستشفى الحسن الثاني بمدينه اكادير اللي عرف 8 ديال الوفيات ديال 8 ديال العيالات اللي دخلوا باش يولدوا وخرجوا في النعش ديالهم، خرجوا ميتات. من هنا بدات القصه، بدات كترون واحد شويه، ولو انه انا متاكد انها بدات كترون من شحال هذه، مي هذه هي النقطه التي افاضت الكاس كيف ما كنقولوا. هذه هي اللي جبدت الصداع، هذه هي اللي جبدت الروينه كاملها، والناس بدات كتقول لا اله الا الله وهذا منكر وما يمكنش، ولكن كتقول هذا الشيء في صمت. حتى خرجوا لينا اللي كيسميو نفسهم واللي كنعطيهم واحد التحيه كبيره هذا النهار، لانه قالوا داك الشيء اللي بزاف ديال الناس ما قدوش يقولوه، منهم انا وكنعترف بها، هو انه يونا ماخ بركه بركه لعرض الله. وكيف ما قال لها حمزه الفاضل البارح على القناه الثانيه، وما دبنا نتكلموا على القناه الثانيه دغيا، واحد التحيه لواحد ثلاثه ديال الناس منهم سناء الرحيمي على البرنامج الجميل اللي تبعته البارح من الاول حتى الاخر، اللي جميع المتدخلين الصراحه كانوا في المستوى. وسناء برافو عليك اختي من عندي، وراه البارح صيفط لك ميساج كيف صار البرنامج. كذلك حمزه الفاضل اللي كان واو. حمزه الفاضل انا بالنسبه لي هذا السيد هذا سي لا ريفيلاسيون ديال لو جورناليزم في المغرب، يعني واحد السيد اللي اكتشفناه جميع
في ميدان الصحافه. كاين هو كاين اشرف بالمدن اللي يكون معنا في الاخر ديال هذا اللايف. دونك نرجع دغيا للتلفازه والاعلام. ما دمت انني حييت السناء الرحيمي، ومره اخرى كنقول لك اختي تبارك الله عليك. بغيت نحيي كذلك في قناه ميدي ان تي في نوفل العوالمه. كذلك كاين بزاف ديال الزملاء، ما بغيتش نذكر غير اسم او لا جوج، مي اختاريت انا ديال الاسماء كل قناه بالاسم ديالها، لانه هادو هما اللي داروا بلوزوما واحد شويه البوز في هذا الخير هذا. كاينه كذلك في القناه الاولى صباح بن داود، وكنشكر بزاف من التازي اللي دار لي طاق على هاد الناس هادو، وقال لك هذا هو الاعلام اللي بغينا. اي سي فغي البارح فاش تفرجنا جميع في البرنامج الخاص ديال القناه الثانيه، كاملنا تدهشنا من الخطاب، من كيفاش السناء كطرح الاسئله ديالها، وكيفاش حلينا الباب ومشينا كنتكلموا في بزاف ديال الحوايج. كنشكر كذلك ما دمنا كنتكلموا على سناء وبرنامج خاص البارح الوسيط ديال المملكه، اللي صراحه كنحييه، لانه سمعنا بزاف ديال المصطلحات اللي الله اعلم جداد علينا احنا كذلك كمتمرسين. انا دائما كنقولها، انا ماشي صحفي، انا ما درت معهد الصحافه، ما درت لا معهد ديال التنشيط لا والو، هذه موهبه عطاني لي سيدي ربي، وجيت ودخلت برجليا وقلت بسم الله ومشيت. دونك ما تسميونيش صحفي، ما تسميوني حتى شي حاجه، انا ما صحفي، ما جمعوي، ما سياسي، ما كنتمي حتى شي حزب، ما كنتمي حتى شي تيار، ما مسخرني حد. وهذا الشيء الدوله كتعرفوا، لانه الدوله بطبيعه الحال مقابلنا كاملين، عارفانا كاملين شنو اللي كنديروا وشنو اللي كنفعلوا في الحياه اليوميه ديالنا. دونك هذه المساله هذه هما راه متاكدين منها وما عنديش علاش نشرحها. واللي انا كنقول لكم واحد الحاجه، الشباب برافو عليكم، برافو عليكم لانه حليتوا الحوار، برافو عليكم لانه فرقعتوا ديك الرمانه اللي كنا كنتسناو كاملين انها تفرقع واحد النهار. والله اعلم كنا خايفين اننا نتكلموا عليها. انتم جاتكم كيف ما قال حمزه الفضيل البارح القناه الثانيه، انتم واحد الجيل اللي هو زعيمي، انتم زعمين تبارك الله. وانا شوف نقول لكم مساله معاكم 100%، ماشي 100%، مليار في المية. عندي تحفظ واحد، الناس اللي خرجت كتخرب، ما يمكنلكش تخرج تخرب وليدي العمل ديال واحد الدوله اللي 70 عام هاديه الله عاد خطات الاستقلال ديالها، وحنا كاملين شاركنا في البناء ديالها. حنا كاملين ضربنا باش يوليو عندنا لي زوطوروت، ولا عندنا تي جي في، ولو انه كانوا دائما بطبيعه الحال المعارضين كيقول لك لا حنا اش نديروا بالتي جي في، وخصنا تاهيل المواطن، وخصنا هادشي كله غادي نهضروا. ونعطي واحد المثال صغير كيف ما حلينا النقاش انا وبزاف ديال الاصدقاء في هذا الخير هذا، وقلت لهم اودي نعتبروا ان هذا المغربي هذا داير بحال الاسره، بحال العائله، بحال الدار ديال باك وامك انت عايش معاهم، هاد جينيراسيون زيد، وكتشوف انه عندك مثلا الطواليت وعندك الحمام ما مقادينش مزيان، ولكن امك واحد النهار قالت لك اودي انا جاي نديها في غدا، خصني نمشي نصوب الصالون ديالي وندير ليه الطلانط وندير ليه الكاتريات وندير ليه غادي نبدل الصالون. غتقول لامك لا، جايين عندها الضيافه صحيح. نفس المشكل ديال المركب مولاي عبد الله، لانه حتى هذا هو بطبيعه الحال جبد بزاف ديال النقاشات، كيفاش انه حنا اليوم في المغرب ما عندناش السبيطارات اللي هي كتعالج المواطنين، وغاديين كنبنيو تيران، وبنينا تيران في 13 شهر. يعني انا الفلوس كاينه، دونك مادام انه الفلوس كاينه والله يرحم لك بها الوالدين، قولي باش انك تصوب لينا التيران، صوب لينا الصحه وصوب لنا التعليم. حتى لهنا متفقين، وحتى واحد ما عنده الحق يقول لا. مي بعض المرات كيكونوا بعض الاولويات، بعض المرات كيكونوا شي حوايج الله اعلم اللي خصنا نسبقوهم علينا حنايا، كيف ما الوالدين دائما كيسبقوا ولادهم على رؤوسهم هما. جايين استحقاقات رياضيه اللي منهم كاس افريقيا في الاخر ديال هذا العام وفي الاول ديال العام الجاي، كاس العالم. انا كيحز في النفس ديالي ملي كنسمع انه ما بغيناش كاس العالم، بغينا الصحه وبغينا التعليم. خصنا نفرقوا واحد شويه ما بين الجوج، هادو جوج ديال المسائل خصنا نفرقوا بيناتهم. عندك الصحه والتعليم اللي هو واجب، وكنعاود نقولها، هاد الشباب هادو خرجوا كيهضروا على هاد المساله، وخصوصا ديال الصحه، خصوصا ديال الصحه. مازال التعليم المغربي الحمد لله. اليوم كنت مع واحد الوليد، واحد الشاب مغربي اللي عنده 3 ديال البنيتات، خديت ان درايف بحال بزاف ديال المواطنين، وغادي نرجعوا لهذه المساله ديال الان درايف، ونرجعوا للفساد، ونرجعوا لبزاف ديال الحوايج. اوكي، وتلاقيت واحد السيد اللي هو السائق ديال هذيك السياره، عرفتي وليت كنهضر لغه الخشب فريمون، لغه الخشب ديال اين هي مفاتيح السيارات. دونك اللي سايق هذيك الطوموبيل ولا سايق هذاك الان درايف سميتو يوسف، كنحييه دايوغ، واللي قال لي باراشيد انا عندي 3 ديال البنيتات وكنتقاتل على رزقي كل نهار،
وبنياتي كنقريهم في مدارس خاصه، لانه عارف انه التعليم كارثه كحله تاع التعليم العمومي. وغنرجعوا للتعليم حتى هو، راه قلنا 5 ديال النقاط عندنا فيهم الصحه، التعليم، الفساد، الملكيه، ونهضروا كذلك على شنو هو الحل في الاخر. وهذه شوفوا، انا ما ضد حتى واحد، ما ضد حتى شي حزب، انا ضد سياسات اللي هي فاشله لسوء الحظ. وهذه المساله هذه كنجرجروها سنوات، هذه راه ماشي من البي جي دي. بزاف ديال الناس كتسمع يقول لك وي من الاسلاميين البي جي دي بن كيران العثماني ودابا زادنا اخنوش. لا لا لا، من قبل فريمون، من قبل حنا جارين هذه الحريره هذه، ودائما كنضربوا على المطالب ديالنا، ودائما كنضربوا على الحقوق، ودائما. شوف الوليدات، نقول لكم واحد المساله، جينيراسيون زد قبل منكم، جينيراسيون ديالنا ديال السبعينات وديال الثمانينات كلاو العصا ودخلوا للحباسات وغبروا. كاين الناس اللي اليوم وليداتها ما عرفيناش فين مدفونه اولا فينا هي. دونك عشنا بزاف ديال الحوايج. نتوما فقط استمرار، وماشي كنقص منكم، نتوما استمرار ديال الكفاح ديال هذه الجينيراسيون كاملهم اللي دازوا من الستينات وحنا جارين هذه الحريره هذه ديال الحقوق، ديال بزاف ديال الحوايج. قطاع الصحه عندنا كارثه 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 كارثه، وماشي انا اللي كنقولها. وزير الصحه في الجلسه البرلمانيه الا مشيتوا وتفرجتوا في 7 ديال السوايع ديالو غادي تقولوا اللهم ان هذا منكر بزاف على هذا الشيء. ما يمكنش. كيفاش حنايا كنقولوا مغرب الكفاءات، مغرب ما نعرف شنو، مغرب هادي، مغرب. وصاحب الجلاله الملك محمد السادس قالها في الخطاب الاخراني ديالو، قال لك انا ما راضيش انه يكون عندي مغرب غادي بسرعتين. ما يمكنش. مغرب غادي بسرعتين سافو دير كو واحد الساعه غادي نتصافحوا. هذوك اللي غاديين كيف ما ولينا كنقولوا في هذا الاخر، ولو انه واحد شي شويش انا ضد هذه المساله هذه، ولكن كيف ما ولينا كنقولوا في هذا الاخر، كاين المغرب وكاين موروكو. اوكي، الناس كتقول لك وي كذا اونفا زوينين، كذا 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 اونفا سوبيريور، اكدال، حي الرياض، وانت غادي وبزاف السويسي. وي مي انا بالنسبه لي كل مواطن كيختار فين الطبقه فين هو بغى يعيش. يمكن لك تبقى كتبكي على راسك وتعيش في المغرب، ويمكن لك تنوض قاعد كتافك وتعيش في موروكو. زعما ما عرفت انا هاد المساله هادي كتبان لي واحد شويش بحال كنتيريو القرطاس في رجلينا، نون ستيغ دي بال دون البيي حنا بوحدنا، وكنبداو بعض المرات عرفتي دوك الشعارات الرنانه كتبان لك واحد الحاجه كتبري اسقاط الفساد. واو، عرفتي تشد هادي ديرها نيون وتحطها في شي بلاصه كاع اللي داز يبقى كيشوف فيها. ولكن شنو المعنى ديالها؟ ملي كنهضروا على الصحه شنو المعنى ديالها؟ ملي كنهضروا على التعليم شنو المعنى ديالها؟ انا كمواطن مغربي اليوم ملي كنسمع انه ناس كتمشي لاسبانيا حارقه، هذه اسبانيا حدانا 13 14 كيلومتر، وكيدخلوا كيتداواو فابور، ما كيسولكش واش عندك تغطيه صحيه، ما عندكش تغطيه صحيه، عندك تغطيه، ما كيسولكش. كتدخل كداوا كتمشي بحالتك، ما كيقول لك حتى شي حاجه. ولكن ماشي جميع الدول دايره بحال ما هكا. كاينه دول بحالنا حنايا في المغرب الا بغيتي تداوى مزيان خصك تمشي تخلص في كلينيك مصحه خاصه، لانه عارف انه الا مشيتي للقطاع العام غادي تاكل العصا وما غاديش يطلعوا فيك، وغادي تخرج من تما اولي باش انت كنت جاي مريض بمرض واحد غادي تخرج فيك 6 ديال الامراض، منهم ستريس اللي كيستريسيوك وسط السبيطارات. كيفاش انه انا كندخل السبيطار غير باش نولد المراه ديالي، كتلاقى بيا قابله كتقول لي اعطيني 100 درهم ولا اعطيني 200 درهم ولا اعطيني 500 درهم. وهذا الشيء شوف باش نكونوا واضحين، باش انا نكون واضح في الخطاب ديالي ونكون واضح في هذا الشيء اللي كنقول. هادوك الناس اللي هما الله يعمر لهم دار ومساكن داخلين سوق راسهم وما كياخذوش الرشوه وكيصليو ومتقين الله في العباد، نتوما ما كنهضرش معاكم، نتوما الله يكثر مثلكم ما كنهضرش معاكم. عطيونا الشكل الاخر ديال المجتمع. القابله طلب منك الفلوس، الفرملي يطلب منك الفلوس، السيكوريتي قالها وزير الصحه بفمو، ماشي انا اللي قلتها في الجلسه البرلمانيه. شنو قال؟ قال لك اسيدي واحد اللي هو كيشد 600 درهم دابا على رقبتكم 12000 ريال، اشنو غدير للمواطن في الشهر؟ واش يخلص بها المدرسه ديال ولادو؟ هادشي لا لقى شي مدرسه ب 12000 ريال، او لانه ياكل بها، او لانه يشرب بها، او لانه يسافر بها، او لا. منين كتعطي؟ ودايوغ كاين واحد المثال
وما بغيتش ندخل في الشخصيات شكون قال شكون ما قالش. كيقول لك الا نتايا كدوله كنظام كتخلص الموظفين ديالك، كتعرف انه خصو ياخذ مثلا 100,000 ريال، انت كتخلصو ب 30 او 40,000 ريال، كتصنع منه مواطن فاسد، لانه ما عندوش باش يعيش. ملي كتعطيه 30 او 40,000 ريال ما عندوش باش يعيش اصاحبي. دونك لاش كيلتجئ للكريساج، الهوته. مالوغوزمون هاد الكلمه هادي رجع لها بزاف ديال المرات، الهوته. كلشي في هاد البلاد لسوء الحظ وباش ما نعممش كلشي كيقلب على الهوته. السيكوريتي يقلب على الهوته، الفرملي يقلب على الهوته، الانيماتور يقلب على الهوته، الصحفي يقلب على الهوته، الدكتور يقلب على الهوته، كلشي غادي بالهوته. راه ما يمكنش، راه واحد الساعه راه ما يمكنش، واحد الساعه ما يمكنناش نمشيو بهذه المساله هذه ونزيدوا بها لقدام. اوكي دونك هذه نكون، وهادو مواطنين بحالي بحالك، كيمشي كيدفع السي في ديالو كيقبلوه، اول حاجه كيدير منين غادي نجبد الريال، منين نجبد الدرهم. الا عندك دوله غاديه بهذه الطريقه هذه صافي ما عندكش دوله، عندك زريبه، كل واحد كيلغي بالغا، كل واحد كيدير داكشي اللي بغا. دونك او موان الصحه يكون واحد القطاع اللي هو في متناول الجميع. عباد الله مرض نمشي للسبيطار عمومي وغادي نداوى، سالينا زعما ما عندهاش شرح اخر، ما عندناش كيفاش نديروا ليها نشرحوها بطريقه اخرى. حق ديال كل مواطن في الصحه وفابور، لان هذه القضيه ديال الخلاص خرجت علينا ديال بصح، وحنا نجيو التعليم ونشوفوا التعليم شنو واقع فيه. دونك هذه مساله ديال الصحه. وهلما جبد، شوف اللي جا عندك كتسمع ها اللي داخل مسكين عنده المصرانه صدقوا فاتح ليه على الكلوه، الاخطاء الطبيه هذيك ما كنهضروش عليها. كتمشي عند الطبيب كيقول لك وي هادشي شوف وقع فيك خطا طبي، يا اما في الخاص يا اما في العام. كتمشي عند الطبيب اخر كتقول له عافاك شوف ليا واش، كيقول لك عندك خطا طبي. كتقول ليه واعطيني عافاك ورقه باش نثبت انه عندي خطا طبي، ما كيعطيهاش لك. علاش؟ حيت خايف من لوغدغ دي ميدسان، خايف من المجلس ديال الاطباء، ما عرفتش كيفاش كيسميوه، لوغدغ دي ميدسان. المهم ترجموها بيناتهم. ايوا كيفاش انا مواطن وقع فيا خطا طبي وطبيب قدامي كيقول لي عندك خطا طبي ولكن ما يعطينيش شهاده ديال خطا طبي؟ سافا دير جوج ديال الحوايج، يا اما كتنص عليا يا اما كتنص عليا، ما عندهاش شرح اخر. انت طبيب كتقول لي عندك خطا طبي وما تعطينيش الشهاده ديال خطا طبي لانه خايف انهم لوغدغ ديال لي ميدسان يجريو عليك، اسمح لي. وباش ما نطولش بزاف ديال القطاع ديال الصحه بغيت ندوز غير واحد جوج ديال النقاط. اللوبيات ديال الصحه وديال الادويه والمختبرات، هنا فين كاين الفساد. وغادي نرجعوا لهاد النقطه هذه ديال الفساد، عقلوا معايا عليها بالضبط. شوف ما كنتهم حتى واحد، ولكن هادو اشياء اللي كتوصل لينا واشياء اللي عشناها حنا شخصيا واشياء اللي شفناها حنا شخصيا. ما نتسناش شي واحد اخر يجي يقول لي واش هادشي صحيح ولا خطا. هادشي صحيح. الناس كتكرسوا على بعضياتنا، سوي ديزولي اسمح لي، كنتكرسوا على بعضياتنا. مواطن كيولي دكتور ولي باش يمشي للسبيطار ديالو العمومي يقابل المرضى ديالو، كيمشي كيقلب على الكونسلطاسيون ديالو يا اما في كلينيك يا اما في مصحه خاصه يا اما عنده هو في الكابينيت ديالو او بزاف ديال الحوايج. شوف رزق الله كل واحد كيمشي كيدبر على راسو كيف ما بغا، ولكن كاين بعض المهن انا بالنسبه ليا اللي هي مهمه جدا ولا دخلتي لها خصك تلتزم بالقوانين ديالها، منها الصحه. ندوزو للنقطه الثانيه اللي هي التعليم باش ما نطولش بزاف. التعليم كارثه كحله، ماشي كارثه كحله، كارثه بجميع المقاييس. ما كاينش شي واحد يجي يقول لي عندنا تعليم. كاين تعليم خاص وغادي نجي ليه حتى هو اللي هو في المستوى واحد شويه كيعطينا دي زانجينيور، كيعطينا الناس زوينين، كيعطينا بزاف ديال الحويجات. التعليم العام كذلك زوينين وهذا وسميتو، ولكن الا جينا نحلوا هذا التعليم ديالنا القوه كله هو غلط من ساسو لراسو. كيفاش انا واحد الشخص اللي داير تخصص علمي كتلزم عليا انني نقرا مواد ادبيه
وكيفاش انه انا داير واحد التخصص ادبي كتلزم عليا انني نقرا مواد علميه، مع العلم انه لا هذه كتنفع ولا هذه كتنفع. خلاها واحد السيد في هذا الاخر قال لك اخويا هذا الشعراء والقصائد ديال المتنبي وديال ابو نواس شكون اللي عمرنا فيه، شكون اللي فينا خدم بهم واحد النهار؟ بيرسون، من غير الله اعلم اللي كيخدموا في المكاتب او اللي كيخدموا في جرائد او اللي كيخدموا كمؤرخين او لا. انا عندي تخصص علمي، قريني العلمي عافاك، سالينا ما تقرينيش ادبي، انا ما بغيتش مواد ادبيه، انا ماشي علمي ونجي نسقط لانه في الاجتماعيات في التاريخ والجغرافيا ما كنتش حافظه مزيان. انا علمي، انا بغيت نكون اسيدي علمي، انا بغيت نكون مهندس في مختبر او لا شي حاجه بحال هكا، ولا في لا بيولوجي او ازيد طلع التخصصات. علاش كتقريني الجغرافيا وكتقريني التاريخ وكتقريني الادب العربي؟ ما عندي ما ندير به وكنضيعوا الوقت. ونزيدكم واحد الحاجه، شتي اللي كون رجعوا التعليم ديال السبعينات والثمانينات المدارس ديالنا اليوم غادي نطلعوا اجيال احسن من هادشي اللي طالع. كنشوفوا دراري صغار عندهم شكاير تقول خارج من مرجان. انت فين غادي يا شريف؟ اش هاد الكتوبه هادو كاملين؟ وتمارا الكحله تقرا في المدرسه، تخرج مع الثمانيه تمشي دوز السوايع عند الاستاذ لانه الله اعلم ما قراكش مزيان داكشي اللي خصو يقري لك. حتى في المدارس الخاصه ولي دوفوار تقول غادي نطلعوا بنادم كيطلع الصوارخ. الشريف اعطيني باغ تخصص، اعطيني بتخصصات. هاد السيد بغى يقرا علمي نقريه كل علمي، هاد السيد بغى يقرا ادبي نقريه كل ادبي. ما نبداو كنخلطوا واحد ادبي نسقطو لانه ما جابش المعدل ديالو في الماط، هو ما بغاش يخدم بالماط عباد الله، هو باغي يخدم ادبي، هو باغي يخدم في بيبليوتيك ولا بغى يدير كاتب ولا بغى يدير محلل ولا بغى يدير مؤرخ ولا بغى يدير شي حاجه. لاش كتقريه المواد العلميه؟ واحد ادبي ما نقريش مادام انه دار ادبي، الا انه هو بعدا اصلا كيعترف انه ما عندوش مع العلمي، ما عندوش مع السيونس، ما عندوش مع الفيزيك، ما عندوش مع الماط، هو عنده مع الحفاظه. وكاينه ناس اللي عندها مع المواد العلميه. نفس الشيء واحد السيد كيطير في الماط اش غادي يدير بقصائد ابو نواس؟ دوك باش نكونوا واحد شويه واضحين مع بعضنا ونعرفوا راسنا شنو اللي كنديروا وفين غاديين وشنو بغينا وعلاش كنقلبوا. لا حنايا خصنا نشارجي والديه هذاك الطالب، نفرقعوه. ها لي بوليكوب ها الروينه، بزاف ديال الطلبه انا عرفتهم اللي مشاو للجامعه وداروا لي تيز ديالهم غير باش ياخذوا ديك الكارطونه، وكتلقاه داير اون تيز ماشي حتى في الميدان ديالو. علاش كنعذبوا روسنا بحال ما هاد العذاب هذا؟ علاش في التعليم؟ علاش هذا نجي هذا التعليم اون جينيرال؟ دابا نمشيو للتعليم العمومي. طاولات فين كيقراو الدراري محفرين عباد الله، عندهم 45 50 واحد في القسم. الاستاذ يجيك معطل، ما يجيكش انت وزهرك. استاذه انت كتدخل تبغي تقرا عاديه كتحمل وانت غادي وهلو ما جرى وحنا غاديين. اش من تعليم هذا الشريف عندك؟ اش من تعليم هذا حبيبي؟ اش من تعليم هذا؟ واش كنضحكوا على بعضياتنا؟ هذا العمومي. اراني الخاص اللي واكل فلوس الاباء والامهات. هذاك الشيء باش دوك الاباء والامهات مساكن يعولوا على الدوله انهم تقرا لهم وليداتهم فابور، كيف ما كاين التعليم المجاني في بزاف ديال الدول الديمقراطيه في العالم، منهم اسبانيا هي حدانا، الانجليز حدانا، فرنسا حدانا، بيناتنا وبينهم 15 كيلومتر، ما بيناتناش بزاف. حنا ما نمشيوش نقارنوا روسنا بهكا ولا بهكا، نو حنا كنقارنوا روسنا بدول اللي هي متقدمه. تعليم فابور كنجيو حنايا لا خصك تخلص عليه العام كامل. داكشي اللي غادي نجمع انا كولي امر منين نشرف، كيف ما كيقول لها الشباب ديالنا كيقول لك انتم شراف 53 انا عندي، كيقولوا لي شاف ما فهمتش كيفاش داروا ليها وهذه المصطلحات. وغادي ان شاء الله شوف هذه غير بدايه في هذا الموسم هذا، وجايين حلقات اللي نهضروا على بزاف ديال الحوايج. كيفاش انه انا كمواطن مغربي اب او لا ام او لا حنا بجوج كنخسروا فلوسنا كاملين، كنمشيو كنخدموا ب 20000 كنخدموا ب 25000 كنخدموا ب 18000 كنخدموا ب 15000 كنخدموا ب 10000. داكشي اللي غادي نجمعوا دوير الزمان
كنخسروا في التعليم ديال ولادي وبالكريدي. كاين الناس اللي كتاخذ كريدي مسكينه باش تقري ولادها وباش دير بزاف ديال الحوايج. هذا راه سميتو العبث، هذا شريف. هذا راه ما سميتوش التعليم، هذا سميتو العبث، هذه سميتها الشفره، هذا سميتو الكريساج. البارح كنهضر مع واحد الصديقه ديالي اللي عندها الابن ديالها اوتيست، عنده اضطراب التوحد، كاين اللي كيسميه مرض، كاين اللي كيسميه اضطراب. قلت لها، طرحت عليها سؤال، قلت لها جيبوا لي واش كاين مدارس خاصه اللي متخصصه في هذه المساله ديال لي زوتيست. قالت لي كاينه وحده في المغرب. قلت لها شحال الشهر؟ سمعوا مزيان، هذا رقم يمكن لكم تقلبوا عليه. 9000 درهم في الشهر، 180 ألف ريال. اوتيست عنده اضطراب ديال التوحد. علاش ما يكونوش عندنا مدارس عموميه اللي هي مختصه في هاد الناس؟ فين عندنا الخلل؟ شنو ما عندناش مؤطرين؟ كاينين. ما عندناش اساتذه؟ كاينين. هذا غير مثال من عده امثله. دونك انا كمواطن مغربي كنلقى راسي انه بزمني خصني نخلص 2500 درهم لواحد اللي كيقرا في الابتدائي او اللي كيقرا في الروض. ما يمكنناش نمشيو بهذه المساله بحال هكا. دونك التعليم تا هو ملي كنجيو كنشوفوا، لا التعليم العمومي ولا التعليم الخاص بجوجهم ضربهم طوبيس. هذاك العمومي انت وزهرك، وكيف ما كنقولوا حنا راه اللي بغى يقرا كيقرا. ايه، ولكن اللي بغى يقرا كيقرا الا طاح في اللي يقريه، ماشي اللي بغى يقرا كيقرا. اللي بغى يقرا كيقرا الا طاح في هذاك اللي غادي يقريه. فينا هما هادو اللي يقريوهم؟ انا عاقل على الاساتذه ديالي كانوا كيتقاتلوا معنا لا في الابتدائي ولا في الثانوي. ونذكر لكم ثلاثه ديال السميات الاهل ديال مراكش يكونوا عارفينهم: السي فردوس الله يرحمه، السي كمال تا هو الله يرحمه، هادو كانوا في مدرسه عائشه. اعداديه ادوات الذهب كان عندنا واحد السيد الله يذكره بالخير، كانت عنده واحد 127 كحله فيات. واش الاستاذ الوافي الله اعلم الا ما خفتش نكذب، كانت عنده واحد الحياه وكان كيوجد الدكتوراه ديالو وعلمنا بزاف ديال الحوايج في اللغه الفرنسيه. وكانوا عندنا اساتذه اخرين، كانوا عندنا امثله بحال ما هكا اللي في العمومي كنا كنقراو مزيان. اليوم في العمومي ما بقيتش كتقرا، ولا بغيت تقرا خصك تمشي دوز سوايع. نفس الشيء في الخصوصي الا بغيت تقرا خصك تخلص وكتحطهم صحاح على ولادك وزايدينها بالسوايع. ودابا تحمقونا ولا شنو؟ انا علاش جبت ولدي انا للخصوصي؟ باش ندير ليه حتى هو السوايع ونخليه في العمومي. لا تنجيبو لعندك نتايا ونخلص عليه زباب ديال الفلوس في الشهر، نخليه في العمومي ونخلص ليه السوايع ويطيح عليا رخص. لانه الوليدات اليوم، الشباب ديالنا اليوم اللي خارجين كيتضاربوا على الحقوق ديالهم، والديهم مساكن راه طالعه معاهم طلعهم. دونك نحنوا في بعضياتنا واحد شي شويه في هذه المساله هذه، وخصنا نعاودوا الهيكله ديال التعليم. وبارك علينا من كل عام كنجيبوا مقررات جداد، وكل عام جايبين سيستيم جديد، وكل عام جايبين ما نعرفش. واش عباد الله ما كتشوفوش انه كاين في العالم دي سيستيم اللي خدامين زويونين وبخير على الخير؟ نقولوا لنا خويا من هذوك. حنا المغاربه كنطيروا في كوبي كولي، ودير لنا كوبي كولي من السيستيم اسبانيول او السيستيم فرونسي او السيستيم اونجلي او راه ما يمكنناش نبقاو غاديين بحال هكا. استاذ شنو غادي يقري؟ عنده 50 واحد في القسم، شنو بغيتيه يقري؟ ها اللي كيزف عليه، ها اللي ما مربيش، ها اللي، لانه حتى الاطفال ديالنا فيهم طبقات، كاين اللي مربي، كاين اللي كيخاف، كاين اللي كيحشم، كاين اللي ما كيحشمش، وحنا غاديين. وهذاك الاستاذ كنسطيوه وكنعطيوه صالير ديال والو، لا هو لا الطبيب. دونك خصنا اعاده النظر فيهم بجوج، لا في الصحه لا في التعليم. وخصنا نعاودوا النظر سورتو في شحال هذا المواطن هذا، شنو هي هاد لا كوتيزاسيون ديالو باش وليداتو يطلعوا معلمين ويطلعوا اصحاء. دابا نمشيو للشق الثالث اللي نهضروا عليه جينيراسيون زاد، واللي هو اسقاط الفساد. وملي كنهضروا على الفساد انا بالنسبه لي كاين ثلاثه ديال الحوايج عندنا في هذه الدوله هذه، وفي هذه البلاد اللي انا كنتسطى عليها، وفي هذه المملكه اللي كنحماق عليها شعبا وملكا. عندنا الفساد المالي، وعندنا الفساد السلطوي ديال السلطه، وعندنا الفساد الاجتماعي. راه ما كاينش غير الدوله، كاين حتى المجتمع. هذا خصنا نحدو معاه مزيان. كيفاش؟ انه ياك انت مواطن بحالي بحالك، كتمشي كتخدم سيكوريتي في السبيطار، ملي كنجي عندك انا مواطن خوك كتكريسيني. عشت واحد القصه مع واحد السيده
اللي دخلت لاحدى المصحات هنا في المغرب، مصحات مشات تخلص على راسها فلوسها، مسك عليها سيدي ربي، خلصت عمليه تقريبا ب 45,000 درهم، 4 مليون ونص. كان عندها مشكل هنايا في هذه العصبه هذه هنايا، ودارت الراديو ولقات انه عندها الطوندون هنايا ديالها مقطع، والعمليه شنو هي؟ هو انهم يخيطوا لها هذاك الطوندون ديالها اللي هنايا، المسك اللي كان عندها مقطع خصو يتخيط ويتقاد ويرجع بلاصتو. اقسم لكم بالله ولا زدت عليكم كلمه واحده غدا غادي يحاسبني عليها سيدي ربي. السيده دخلات المصحه والطبيب من العائله ديالها، هذه لا تحمقني انا، الطبيب من الاقرباء ديالها حل وسد ودار الغراز وزاد بحالو. والسيده فاقت من العمليه، النهار الاولاني الصداع، النهار الثاني الصداع، النهار الثالث الصداع، السيمانه الاولى الصداع، جوج سيمانات الصداع. قلت لها فرت لنا سيري ديري راديو شوفي علاش هاد اليد مازال كتصدعك. مشات دارت راديو، لقات الراديو ديال من بعد العمليه كيشبه الراديو ديال من قبل العمليه، صافي دير السيد جا حل وعاود سد، ما دار لا عمليه للتوزع. هذا من الاقرباء ديالها. مع من تهضر دابا؟ شكون اللي تنتف ليه شعرو؟ انت ولا تنتف له هذاك شعرو؟ على من تهوت، مع من تتكلم، مع من تهضر، مع من منين كنوصلوا للحوايج بحال ما هكا. علاش كنقلبوا بالضبط؟ كنقلبوا على ان المواطن كيكعى، كيبقى ساكت ساكت ساكت، راه الضغط يولد الانفجار. راه شحال وحنا ساكتين، وانا كنحيي جينيراسيون زاد لانه فرقعوا الرمانه اللي ما قداش اللي حنا ما قديناش نفرقعوها. شوف بدون ندخل معاكم في داك الشيء ديال شكون موراهم، واش هما، واش شي حد هو كيحرضهم، واش كاينين اجانب، حيد عليها هذا الشيء كامل. واش هاد المشاكل عندنا كاينين في البلاد؟ دونك نهضروا على مشاكلنا اللي كاين في البلاد، يا اما محرض عليها او لا. وحنايا كنقولوا دائما الله الوطن الملك، وعاش الملك وعاش الشعب وعاش المواطن. راه ما يمكنناش نكملوا بهذه الطريقه هذه، ما يمكنش، سي امبوسيبل اننا نكملوا بهذه الطريقه. شي كيغريسي في شي هي بيناتنا ما يمكنش. وهنا فين قبل ما ندخل الفساد الاجتماعي امشي غير بالزربه الفساد السلطوي، وغادي نعاود نربطها ديريكتومون بهذاك السيكوريتي اللي المغاربه كاملهم كيهضروا عليه، اللي كيكون في باب السبيطار. سيكوريتي رجل امن، سافو دير كو المهمه ديالو الامن ديال المستشفى. ملي كتكون داخل السبيطار ديال الدوله كيجيب لك الله ان داك السيكوريتي هو مول السبيطار، هو مول هذيك الحفله كامله، هو اللي كيقول لك شنو عندك، هو اللي كيقول لك اش مطلوب. عباد الله ما تحمقوناش، هذاك رجل امن. علاقه، سمحوا لي الاصدقاء اللي قلت لكم غادي نعيط لكم مع 11 ربع، انا جاي عندكم يصبروا عليا واحد شويه، قربت نسالي النقاط بخمسه ونجي لا عند اسامه لا عند اشرف وكذلك اشرف قرشي. دوك ما نبقاوش كنخربقوا على بعضياتنا بهذه الطريقه هذه. حنا كنكريسيو في بعضياتنا، حنا كنكريسيو في بعضياتنا. واحد كتعطيه سلطه صغيره، كتعطيه كتقول ليه انت هو الشاف اليوم، كيدير فيها. وسمحوا لي على هذه الكلمه هذه اللي غادي نقول، اله، انا هو مول الشيء، انا هو مول الحفله، انا هو مول البالون. الشريف محمد اخونا السيكوريتي، راك انت رجل امن، ماشي طبيب، ماشي فرملي، ماشي قابله، ماشي نو. يمكن لك الله اعلم ولفتي وما دمتي انه كتسمع هذا جا عنده البروستات، هذا كتبدا كتدير التحليلات ديالك، ولكن انت ماشي طبيب وخارج هذه المنظومه هذه كامله. انت رجل امن ودافع على حقك. كيفاش هو انت يا رجل امن قبل انك راسك انك تخلص 12000 ريال في الشهر؟ واش كتضحك على راسك ولا على من كتضحك وكتسنى ان يجي واحد اخر يدافع عليك؟ دافع انت الاولاني على راسك. هذا هو الفساد ديال بصح، هذا هو الفساد السلطوي. اللي عنده سلطه صغيره كيدير لك فيها اله. سمحوا لي على هذه الكلمه هذه، استغفر الله العلي العظيم. عندنا اله واحد اللي هو الله الوحيد القهار، لا يقهر هاد الناس هادو كاملهم اللي شوف وكل واحد جاي يحسابه. الا كنا مسلمين وسميتو كل واحد جاي يحسابه. هذه راهي زوينه، ما يمكن ليناش نمشيو بهذه الطريقه هذه. اللي شاد شي بوست كيدير ليا فيها هو ما نعرف شنو. مول الطاكسي بغيتي تشد الطاكسي كيقول لك لا انا ما غاديش لتما. كيفاش انت ما غاديش تما اشريف؟ راه انا اللي مكومونديك ماشي انت. لا ما كاينش طبيب حتى ترجع عنده غدا ونموت انا. لا راه الرونديفو حتى من دابا 2027. هادي انا بغات تحمقني، سورتو في الطب العمومي وسورتو في السبيطارات العموميه.
وحده مسكينه بغات دوز سكانير، عاطينها اليوم في 2025 2026. واحد عاطينه 2027. واحد بالمد نصبر عليه واحد شويه اللي جايين. راه ما يمكنناش نكملوا بهذه الطريقه هذه، لانه كنضحكوا على روسنا وكنتفلاو على ريوسنا. وهذه السياسيين ما عندهم بها حتى شي علاقه، حنا المواطنين بيناتنا. ودابا عاد نجيك للفساد الاجتماعي. الفساد ديال الدوله كلنا كنعرفوه، عدم تطبيق القانون. باك صاحبي